وبعدين بقبل هالايدي اللي تخطي المصحف الشريف. الله يحفظك. ترى الواحد بيقرأ القرآن شوف سنين ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي، يعني كنت محسب صراحة انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا. لا، طلع هذا الخط اللي قاعدين نقراه احنا واحد شخص انسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف المصحف المدينة المنورة لما تفتح من الخلف حتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف، وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. هو ده هنقابله أول مرة أقابله. بسم الله. السلام عليكم. حيا الله شيخنا، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. مرحبا. كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب. الله يكرمك. الله يكرمك. عثمان طه، يعني سبحان الله الواحد يشوف هذه على طول كده مغناطيس يد تقبلها، لأنها يد يعني قضت أكثر من 30-40 سنة في كتابة المصحف. كتبت القرآن بجميع الروايات حوالي 12 نسخة، كله خط يد. والله أنا عشقان الخط، ما يهمني التعب، يعني أكتب حتى أتعب، حتى أحيانا أنا بكتب الخط قلم على الأرض. متعة. نعم. الشغف متجسد فيه، شغفه في كتابة المصحف. لا يهمني الدنيا كلها، ما يهمني، أنا والخط. أنت والخط بس. عندك طقوس معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتبت صفحة من المصاحف اللي كلها إلا على وضوء. نعم. فالمصحف الواحد تقريبا كم ياخذك وقت؟ 3 سنوات. 3 سنوات. نعم. عمل يومي. عمل يومي. الحمد لله. بالنسبة لكتابة القرآن، يعني الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالدين وبالآخرة ويؤمن بوجود الله، القرآن مخيف، صعب، يعني خاصة عندك وصف الجنة، وصف النار. وصف الجنة مرتاح، أنا بحب أنه ما تخلص الآيات، يوم تجي على جهنم وعذاب جهنم وكذا كذا كذا، شو يدي بترجو. سبحان الله. بعرق، أنا حتى ما بعرق وأنا بحس على حالي. شيخ عثمان دحين في يعني اللي حيشوفوا اللقاء ده يمكن ملايين مسلمين، فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن؟ اللي يدعوا لي يعني يحفظ لي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي وعمري يتقدم كثير الحمد لله. أنا الآن تجاوزت 85. إن شاء الله. الله يطول في عمرك في البركة والخير. ربنا يحميك من كل شر. آمين. ربنا يسترك دين ودنيا وآخرة، يسترك ويستر عيالك، ربنا يوفق أولادك، يحفظ زوجتك.